واش الإخوة اليوم تشوفوا معنا ردة الفعل ديال الجماهير المصرية والعربية ديال الماتش ديال اليوم اللي غيكون مع السعودي. تفرجوا معنا في الفيديو. من الصحة. شوف هذا الفيديو. رش جمهور الأرجنتين المصريين بالملعب بالبيرة وشتمهم وضرب عدد منهم. المفروض بعد هذا الفيديو يعني هيك مع شوية حمية انك انت تشجع القرود السود ولا تشجع الأرجنتين. الفيديو الذي ينتظره الجميع تحليل نفسي لمباراة المغرب وفرنسا. أول حاجة خاصنا نعطيو القيمة الحقيقية للخصم. عنده تجربة كبيرة، لعب كأس عالم نهائي، فاز بكأس العالم وعنده خبرة قوية في إنهاء مثل هذه المباريات. وهذه الخبرة ما جاتش بالناحية التقنية أو البدنية فقط، بل باستثمار كبير في الجانب النفسي. عنده ناس من أقوى الأخصائيين النفسيين كيتابعوا واحد النظام نفسي معين باش ينهيو أي مباراة لصالحهم. اللاعب كيتدرب كيفاش يتحكم في الغضب، كيفاش يحافظ على التركيز، وكيفاش ما ينهارش وقت يكون خاسر. وخير مثال شفناه في 3 الماتشات مع الأرجنتين، قدرت بسرعة كبيرة تعادل نتائجها وتفوز بلا ما تدخل حتى في أشواط إضافية. لأنه هذا النوع من المنتخبات ملي كتكون خاسرة ما كتفقدش الثقة وما كتدخلش في عالم من الفوضى، بل كيحافظوا على المرونة النفسية وعلى التوازن الانفعالي، وكينتظروا منك أصغر خطأ باش يخليوك تدفع الثمن. وهذا الشيء علاش ولاو حافظين المنتخبات الافريقيه، لانهم كلهم كيجتمعوا في نقطه واحده، فقدان التركيز في اخر اللحظات. المنتخبات الكبيره تقدر تكون احسن منها في 70 او في 80 دقيقه، ولكن لحظه واحده ديال غرور او فقدان تركيز او كسل او تعب ذهني او سوء تقدير كافيه باش يقلبوا عليك المباراه. دابا ندوزو للمغرب. اول فكره بغيت نهضر عليها اللي هي فكره الانتقام، موجوده عند كثير من الجماهير وبعض الصحافه المغربيه، لكن الحمد لله انا متاكده ان هذه ماشي عقليه وهبي، لانه فاهم انه الانتقام يولد الغضب والغضب يولد الفشل. الثأر يضعف تنظيم الانفعالات ويؤثر على جوده اتخاذ القرار، وكيخرج اللاعب من عقليه المهمه واللي هي التأهل فقط، ماشي تصفيات حسابات مع الماضي. اذا جينا اللاعبين فرنسا يبانوا متعودين على الضغط، متحكمين في المشاعر ديالهم وماشي بسهوله تقدر تستفزهم، وهذا الشيء غتشوفوه في ماتش الباراغواي. اما المغرب فالمنتخب تطور بزاف مع عقليه وهبي، ولكن مازال كنشوف انه بعض اللاعبين خاصهم يزيدوا يخدموا على الضبط الانفعالي، لانه اي احتجاج او بطاقه او رده فعل غير محسوبه ممكن تغير المباراة. وأنا متأكدة أن وهبي واعي بهذه النقطة، وكما صلح مشكلة الحسم أمام الشباك غيصلح هذه المشكلة اللي ظهرت في ماتش كندا. عشان لما أقول لك إن التحكيم والفيفا مش بس هي مستقصدة منتخب مصر، لا هي يعني حتى نقراها من نقر كل المنتخبات العرب عموما. دي شامب مدرب منتخب فرنسا اللي يلعب مع المغرب في ربع النهائي. اخواتي المغاربه ركزوا معايا كويس، بيقول لك ايه؟ اتمنى ان حكم مباراتنا قدام المغرب يكون على نفس مستوى حكم مباراه مصر والارجنتين هو ومساعديه. نسينا احنا بقى ضربه الجزاء اللي كانت للمغرب في 2022. احنا نسينا خلاص، مش واخدين بالنا احنا كده، احنا مش واخدين بالنا. يالا ربنا يعين منتخب المغرب والشعب المغربي على اللي هم داخلين عليه. هم مش بس هيلعبوا 11 لعيب قدام 11 لعيب، هم هيلعبوا 11 لعيب قدام منظومه بحكام باتحاد بليله. رسالة للفريق المغربي، الماتش الجاي مع فرنسا لو نزلتوا الملعب وحسيتوا ان الحكم انفير ومتواطئ مع فرنسا وبيديهم فاولات وبيديكوا انذارات وشايفين ان الوضع كده مش مستقر زي ما حصل معانا، انسحبوا بدري، ما تستنوش لاخر الماتش، وهتبقوا رجاله والعالم كله هيحترمكم، وكل العالم هيعرف وهيتاكد بان الفيفا والحكام بتاعت كاس العالم كلها عنصريين ومصممين ان الارجنتين وفرنسا يبقوا في النهائي وفرنسا تاخد الكاس، علشان اخر دوره في قطر الارجنتين كسبت، ما يصحش، لازم السنه دي فرنسا اللي تكسب. فمن البدايه كده لو حسيتوا ان في عك في الماتش انسحبوا. الناس اللي بتتابعني عارفه انا قد ايه بحب الكره المغربيه وبحب المنتخب المغربي، وما عنديش اي مشاكل خالص ان انا اقول ان منتخب المغرب احسن منتخب في افريقيا بيلعب كوره. بلاتي غندوي على مايكل اوليزي باش نوضحوا بعض الامور، حيت شفت كلشي بدا كيدوي على المغرب حق اللعابه ماشي مغاربه حق هادي. خوتي مايكل اوليزي اللي هز 50% من المنتخب الفرنسي منين؟ انجليزي، زاد في الانجليز، مولي فرانكو الجيريان، بوه نيجيري،
اش غنبداو نفصلوا بحال هكا؟ السيد بغى يمثل فرنسا صافي عادي، علاش؟ حيت سميتو مايكل اوليزي، ولكن حيت ياسين بونو وحيت هذاك ابراهيم دياز والاخر امرابط لا ما خصهمش يمثلوا المغرب، ولا حيت المغرب داير اكسبلوا، ولا حيت المغرب المره الثانيه على التوالي كيبان لكم في الكارت دو فينال اللي الاسبان والبرتغال ما داروهاش. شويه تكالماو، ما يمكنش، ولا كلشي باغي هاد المغرب ضروري لا كيفاش علاش، المهم خصك طيحو. المغاربه الغزالين الفنين اللي كيحمقوا عافاكم، الا عندكم فيديو واحد غادي تتفرجوا فيه ديالي خليوه يكون هذا الفيديو هذا. اليوم ما غنهضروش على المنتخب ولا على الكره وعلى العديان اللي كيكرهون، اليوم غنهضروا على الصحه النفسيه ديالنا حنايا كمغاربه، وحنايا كندوزوا من هذا الفراد. انا تنقرا العلاج النفسي وكنعرف بلا الدماغ ما تيقدرش يفرق ما بين الخطر الحقيقي والخطر اللي كنعيشوه عاطفيا. يعني ملي كندوزو ساعات وحنايا كنشوفوا الناس كيهضروا خايب على بلادنا وكنبقاو نتردوا في لي كومونتير، هادشي كيخلي لو كور ديالنا يعيش في غضب وفي توتر، وشنو كيوقع للدماغ؟ كيفرز واحد الهرمونات ديال الستريس اللي كيخلينا نظنوا اللي كيخلي الدماغ ديالنا يظن والجسم ديالنا يظن اننا حنا عايشين خطر حقيقي. ما تفهمونيش غلط، انا مش نقول لكمش ما تدافعوش على بلادكم، بالعكس خصنا ندافعوا على بلادنا، غير هو ما تخليوش راسكم نتوما نفسانيا تضرروا. كاس العالم غتجي وغتمشي، الكره كتجي وغتمشي، هذا الشيء كامل غيجي وغيمشي، ولكن الاثر العاطفي اللي غادي يدوز علينا حنايا غيبقى في الجسم ديالنا الى العمر كامل. شحال من مره كتشوفوا انسانه اللي هي كانت كتاكل مزيان كتعيش حياتها مزيان وقياس الخير كيجيها شي مرض خايب حتى الاطباء ما عارفينش منين جايها، راه ستريس. خصنا نتعلموا اننا ما نردوش على كل ارغيومون، ما نشوفوش كاع لي كومونتير، ولا شفتي نتايا بوست اللي باين ماشي هو هذاك دير سكرول ولا درنا انترستد، ولا بغيتي تغارانتي ان هذاك البوست اصلا ما غاديش ينجح، ملي تشوفوا سد لابليكاسيون. كنتي في تيك توك سير الانستغرام، كنتي في الانستغرام اجي لتيك توك، حيت هذا الشيء تيعلم الالغوريثم بلا هذاك البوست كيخلي الناس انهم يخرجوا من لابليكاسيون، سكيفي ما كيوريوش الناس الاخرين بزاف. المهم اخر حاجه غادي نقول لكم، شجعوا المغرب بقلبكم، ولكن خليو ديما ردوا البال للصحه النفسيه ديالكم، وان شاء الله غدا ينصرنا سيدي ربي. ساتر يا اخوان، الحكم الارجنتيني اللي بيحكم مباراه المغرب وفرنسا يملك معدل 4 بطاقات صفراء في المباراه الواحده، وهذا عدد كروت حمراء اعطاها مره في مباراه واحده. تخيل كل 10 بطاقات حمراء خلال مباراه ادارها، ومعدل بطاقاته الصفراء في خلال مسيرته 4 بطاقات في كل مباراه. يعني بكره ممكن المباراه يكون فيها بطاقه حمراء، كروت صفراء كثير، رانا ليله 10 كروت حمراء في مباراه واحده. قولوا لايك يا اخوان، السلام عليكم. طبعا كلنا منتظرين مباراة المغرب ضد فرنسا بكرة ان شاء الله. قبل ما نبدأ لا تنسوا الفولو يا جماعة الخير، باقي لنا على 200 شوية بس. اول شيء يا معلم، المباراة هتكون 50-50، ما حد يقدر يتوقعها، لا محلل ولا معلق يا معلم. المغرب تبى ترد الثار، وفرنسا يملك اقوى خط هجوم في كاس العالم 2026 يا معلم. ومنتخب المغرب يملك عقلية الفوز، الجرينتا والروح والرغبة والعزيمة والإصرار يا معلم. احسموها من سينتصر ومن سيتأهل لدور الثمانية. والله مواجهة يا ناس، والله مواجهة ملحة ما حتصير بكرة إن شاء الله. ولا تنسوا كمان كيليان امبابي عنده مصيبة، يعني يمكن ذهنه مو صافي، ما حيبدع في المباراة، حيغادروا البطولة ممكن. بص، هو كده انا عارف انك مدرب مالطا، بس ما كنتش اعرف انك اعمى كمان ما بتشوفش. في شاب طالع بتصريح والله العظيم يا جدعان بيحرق الدم، طالع بيقول لك ان هو بيتمنى الحكم اللي هيدير مباراة المغرب وفرنسا يكون بنفس الجودة ونفس الكفاءة ونفس الكواليتي بتاعت الحكم اللي دار مباراة مصر والارجنتين. معلومة صغيرة بس لو ما تعرفوهاش، ان الحكم ده كان حكم فرنسي، والحكم اللي هيدير مباراة فرنسا والمغرب هو حكم ارجنتيني. هو تقريبا كده ناويين على سرقة جديدة. انا بحب منتخب فرنسا، وكان عندي استعداد الى حد ما ان انا اشجع بصراحة منتخب فرنسا على منتخب المغرب، انا مش هضحك عليك والله. بس بعد التصريح بتاع الراجل المالطي ده اثبت لي المثل اللي بيقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عم على الغريب. جيت معايا للاخر، ما تنساش تعمل المتابعه، عاوزين ندي زقه. تذكروا يا المغاربه انتم منو وشنو تاريخ اجدادكم؟ نسيتوا عبد الكريم الخطابي الاسد اللي اذاقهم المر؟ لاعبين المنتخب المغربي خايفين؟ ولا نسوا يوسف بن تاشفين؟ ولا نسوا طارق بن زياد؟ نسيتوا انتم ارث حق ابطال التاريخ تسجل في اساميهم، والحين يجيك واحد يقول لك مباراه راح تلعب من تحت الطاوله ولا الحكم؟ لا، ذول لاعبين المنتخب المغربي، هذول يكفي ان اسامي اجدادهم بس 3 انا ذكرت: يوسف بن تاشفين، عبد الكريم الخطابي، وطارق بن زياد، اللي اذاقهم واذاقوا الدنيا المر والمعارك اللي تشهد لهم. ويجيك واحد يقول لك لاعبين المنتخب المغربي خايفين. لا،
بكره 11 لاعب قدام 11 لاعب، ما في شيء يلعب تحت الطاولات. انتم تاريخ، فلا تخلون اي شيء يهز كيانكم او يهز شيء من تاريخ المغرب. بكره مباراه، ان فزنا قلنا مبروك، وان خسرنا قلنا هارد لك، ما في اي مشكله. لكن ما في احد جاء وقعد عند التاريخ المغربي من زمان وللحين ونقولها بكره نقالها الله. مع هذا الاتاي المكشكش فنجال الدياكه تاكله منه الاسود. ركز معي كثير منيح، ليس هناك متسع من الوقت، لا نريد ان يحدث لنا ما حدث لمصر البارحه. الخطه ما حتكون فيها افكار، لا حتكون مبتكره زي دائما. الخطه جدا بسيطه، حنترك اللاعبين، حنترك المدربين، سوف نركز على الحكم. فاهمين شو قصدي؟ كل مواطن عفيف شريف مغربي سوف يتبرع بدرهم مغربي. اوكي، بتلموا لمه هيك بين بعض، بصير شو عندنا المجموع 38 مليون درهم مغربي. لو حولناهم لدولار بيصيروا 4 مليون دولار. لن يستطيع ربهم، لن يستطيع. سوف يبيع ذمته وضميره، واخر همنا يبيعهم. بعدين ايش؟ سوف نفوز على فرنسا وسوف تشفي غليلنا المغرب، لانه خلص انجلطنا امبارح. ويا البلاطوات ديال التلفازه ديال فرنسا وبنادم اش تيقول، هما راه كيهضروا على الدومي فينال مع من غيطيحوا. واحسن حاجه توقعيه يدخلوا للماتش هما دايرينك في كرشهم وعينيهم الفوق تيشوفوا في الدومي فينال مع من غيطيحوا. نقيالين حدنا تنبانوا لهم عقبه سهله، ما حد مزيانه لينا غنوقفوا لهم شوكه في القراجط. فرنسا هي الفافوري هادي، راه لو وقفنا مزيان ما تماركاتش عندنا 20 دقيقه الاولى، ما خطاش شي واحد شي خطا ديال الله والحق، حد الماتش غادي ما حدنا حنايا راه غندخلوا فيه كتر، وهما راه غيدخلوا في الشك. سورتو 50 60 70 ومازال ما تماركاش، بنادم فوق الفرفاره. عندنا باش نضربوهم في شي بلايص غيقدروا يضروهم كاع. الريركوش ديالهم ضعيف، كوندي ماشي شي حاجه، عكس ما ندوزوش من بو حنا كاع. الميليو راه ناكلوهم، الميليو ديالنا احسن من ديالهم. ليا الراس في الراس، هذاك اوليز ما تبقى لا شد كره في الجناب وطوقوا راه ما كاين والو. ان شاء الله خير. يلا حاي المغاربه نحافظوا على الطقوس. الماتش الجاي اللي كان كيتفرج في الدار يبقى يتفرج في الدار، اللي كيتفرج في القهوه يمشي يتفرج في القهوه، اللي عنده توني يبقى عنده توني، اللي ما عندوش توني بلا ما يحاول ينوض يمشي يشري دابا، اللي كانوا كيقوسوا يبقاو يقوسوا، اللي ما كانش كيتفرج كاع بلا ما تضرب بجهه التلفازه ولا بجهه القهوه. عافاك يا سيدي يا ربي، عافاك غير فرنسا يا سيدي يا ربي الحبيب، وحنا راه حنايا مساكن ودايز في الزلزال. عافاك غير في وجه الحاج، غير في وجه مزراوي، يا ربي راك عالي وعالم يا ربي. عافاكم نحافظوا على الطقوس ديالنا ونمشيو داكشي كوم يلفو باش ان شاء الله يجيب الله التيسير. السلام عليكم. علاش ما دويتش على منتخب؟ علاش ما دويتيش على منتخب؟ شبالك المنتخب ما باليا والو، عندنا احسن منتخب في العالم بالنسبه لي انا. لاعبين مع فرنسا ماتش اللي غيكون صعيب وصعيب بزاف. اول فريق مرشح للفوز باللقب، ولكن حنا راه المغرب كما قلت على هولندا غنعاود نقول على دابا على المغرب. ان شاء الله يكون خير. حاجه وحده، حنا عارفين ان المدرب واللعابه وستاف تكنيك وستاف ميديكال عارفين المسؤوليه اللي عليهم، وما كيخدلوناش وكيدخلوا وكيتقاتلوا وكيحطوا رجليهم ودمايتهم كتسيل وكيدافعوا على داك الدرابو وكيدافعوا على بلادنا، وحنا معاهم وغنبقاو معاهم كما كانت النتيجه. مع العلم انني انا شخصيا كنقول ان شاء الله كاين خير، ان شاء الله كاين خير. انا ما شوافه ما كنعلم المستقبل، ولكن ان شاء الله كاين خير. والناس السوداويين المتشائمين نقصوا عنا من الفيديوهات، الله يرحم لكم الوالدين. بركه غير ستريس اللي عايشين فيه المغاربه، بلا ما تزيدونا حتى نتوما بداك الستريس ديالكم وصافي. نقول خير ولا اسكت، وان شاء الله رباح، وان شاء الله كاليفيكاسيون وديما مغرب. السلام. مبدئيا كده انا اي حد هشوفه بيشجع المنتخب ده سواء عربي مصري يهودي اي حاجه في الدنيا هو ضدي. المنتخب ده البارح كيف خرجوا من الارجنتين، هذم المرضى خرجوا هجموا على المغرب، سبوا المغرب، اتهموا فوزي لقجع على اساس المغرب هي اللي خرجتهم مش الارجنتين. وليه الهدره اللي تعقدك واللي تمرضك كونه هما مقتنعين انهم باش يشجعوا فرنسا ويستناو في المغرب باش تخرج من كاس العالم. يا عباد ربي شوف، المفروض المغرب كيف تسمع هذه الهدره ترجع السيئة بالسيئة، لكن ليه؟ المغرب أكبر من هذا. لاعيبة المغرب لقلوبها نظيفة، خرجت اليوم تتضامن مع حسام حسن والظلم التحكيمي اللي تعرضت له مصر. بالعكس نحن معاك يا عميد، نحن معاك وندعمك،
وبإذن الله غدا المغرب راح تفوز على فرنسا وتشرف جميع المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم. والناس هذوما المرضى اللي يحبوا يشجعوا فرنسا، نحب نقول لكم في النهاية كما قال المعلق التونسي عصام الشوالي، المغرب سواء شجعت ولا ما شجعتوش ستعاني دوما من رؤيته في القمة، شئت أم أبيت المغرب دائما في المستوى، دائما مع الكبار، ما شاء الله ما شاء الله. لذلك المغرب ما يحتاجش تشجيع هذم المرضى. شوف أنا متأكد بإذن الله المغرب غدا ستفوز على فرنسا وترفع رؤوسنا، ستشرفنا، ستثبت للعالم من هو المشرف الحقيقي للمنتخبات الافريقيه والعربيه في كاس العالم. ستثبت للعالم ان انجاز القطر لم يكن بالحظ، بل انه انجاز عادي بالنسبه للمغرب. فهم؟ باذن الله مربوح، والمغرب ما يشجعوا غير الرجال. احنا بكره عندنا مباراه مهمه. المغرب كل المسلمين، كل العرب وفي اسيا في افريقيا كلهم يشجعون المغرب الان، خلاص كلهم المغرب، ما حد فيها 1-2، وإن شاء الله مربوحة وديما مغرب إن شاء الله بإذن. تذكرت والله سجلنا في كأس العالم إحنا ما في منتخب ما شجعناه. إي والله ما في منتخب ما شجعناه. والله نحزن ما غير شايلين شنطنا ومن المنتخب إحنا الوحيدين اللي حللنا قيمة تذكرة أمريكا. يعني ما نبي نرجع، نبي شيء. عندك منتخب؟ لا والله ما أشجع أي أحد، يلا ويطلع ذا وتشجع الثاني، يطلع ذا وتشجع الثاني. بكرة آخر أمل يا يفوز المغرب يا نقفل كأس العالم، انتهينا خلاص. طالعين من المجموعات، احنا من المجموعات طالعين بدري. احنا لو ان يعني اختبارات شهرية كان طولنا أكثر. ايش ذا الكأس العالم اللي كنا تقييم مستمر؟ احنا جمهور كنا رحالة، ما غير يشجع ذا المنتخبات، يدور بين ذا المنتخبات. إذا لعبتنا ما رجعوا جت علينا. يلا الحمد لله على كل حال. حسبي الله عليك يا دونيس. قدام اسبانيا لاعب خمس مدافعين. ليه؟ والله لو انك بتدافع عن قصر الأندلس. يلا الخطة بكرة تقومون الصباح المغرب، نتوضا نفرش اسناننا قبل الفطور، نصلي ركعتين، ندعي. فرنسا مرة قوية. تسلم من الصلاة تدعي، خلصت دعاء تقوم مرة ثانية وتصلي ركعتين بعد وتدعي. خلصت من الدعاء فطور، لا تقوم تصلي ركعتين. أبيك تصلي إلين توصل الملعب وانت تصلي. أبيك بكرة تدخل ملعب صايم. أبيك من تبدأ يومك إلين تدخل الملعب والأجر إن شاء الله إنه يهل عليك أبيك صايم وتصلي وتدعي بس. ما فيها تكتيك، ما فيها ما فيها، هي يبغى لها تدخل إلهي فقط. فرنسا قوية مرة قوية. وإذا مرة في الملعب حسيتوا إن في ضغط على المغرب والفرنسيين قاعدين يضغطون، أنتوا تتكلمون فرنسي وهم يتكلمون فرنسي، اشغلوهم بالسوالف بس. نجرها إلين الأشواط الإضافية، سوالف تساف، بونجور بونسوار 120 دقيقة يصفر، نلعب بلنتيات، نفوز، أوبا طلعنا فرنسا بس. بسيط الموضوع، بسيط. الله يوفق المغرب إن شاء الله، بكرة كلنا معها وإن شاء الله مربوحة بإذن الله. عليكم. المغرب وفرنسا شكون يقدر ينعس هاد الليله؟ انا نتمنى حاجه واحده، ان اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي يقدروا ينعسوا، لانه اللي كانوا كيحسوا الاحساس بحال اللي كنحسوه وصعيب نعس. المنتخب اللي عيا خلال هذه الكاس العالميه، اللي لعب ماتشات صعاب، اللي كانوا عنده اختبارات حقيقيه امام البرازيل وامام هولندا وحتى امام اسكتلندا، واللي قطع مسافات كبيره. المغاربه قطعوا تقريبا 6750 كيلومتر. وبغيت نصحح واحد المعلومه، واحد النهار قلت بان عدد الفرق اللي ربحوا كاس العالم هما 9، لا عدد الفرق اللي ربحوا كاس العالم هما 8. هذاك الرقم كان سقط سهوا، وان شاء الله المغرب يكون هو التاسع في التاريخ. شي هاد اللعابه ديال المغرب كيما كان ستريس اللي غادي يحسوا به مفيد، لانهم خصهم يكونوا جيعانين، خصهم يكتبوا التاريخ. واخا كتبناه في 2022 خصنا نعاودوا نكتبوه، وخصنا نمروا للمرحله ديال الاستمراريه، اننا ما نكونوش كنعيشوا على ومضات تاريخيه، شي حاجه جات ومن بعد تمشي. لا، خصنا نعيشوا على هذه الاستمراريه، وهذا هذا عمل كتقوم به الجامعه وكيقوموا به اللاعبين وكيقوموا به المدربين، وكيجعل الان المغرب بحال اللي قالوا في واحد البرنامج فرنسي سان فيت على طابل دي غران.
ملي كتعرض على راسك في الطابله ديال الكبار، ملي كتكون في الطابله ديال الكبار ما كتبقى حتى شي حاجه تخلعك ملي كتكون وسط لاكسيون. اما داك ستريس والضغط اللي كتحس به قبل الماتش هذاك عادي. انا ما بغيتش نعطي برونوستيك ديالي ديال الماتش، ولكن متاكد ان شاء الله بان المغرب غادي يربح. المغرب غادي يربح، واخا الماتش غادي يكون صعيب، واخا غادي يكون ضغط كبير، واخا غادي نستحملوا اللعب، ولكن اذا كان التحكيم عادل 100%. وانا ما بغيتش هنا نلعب دور الضحيه، وما بغيتش نعاود نرجع لنصف النهائيه ديال 2022 اللي حيدوا لنا فيها 2 بينالتيات. انا باغي غير نقول بانه اذا كان التحكيم عادل وما ضغطش على المنتخب المغربي باوراق الصفراء بحال اللي طرا في الماتش ديال كندا، وما خلاش ديك اللعب، حيت الحكام كيقدروا يقتلوا لك الماتش بواحد الطريقه انه انت راه خصك شي فرنساوي كيصفر ديريكتومون الكوفرون، وإلا قاسك الفرنساوي ولا ضربك كيخلي اللعب غادي الونغليز، وهذا الشيء كيأثر على اللاعبين لانه حدوقس كيوليو كيلعبوا مبرصين، كيقولوا لنا لا قصو غيطيح غيصفر. وشي مرات كيوليو حتى ملي كيكونوا مدابزين على الكره ديالهم هما كيعرفوا بان الاخر واخا يضربوا ما غيصفرليش رابط، الا كانت شي حاله اللي هي فاضحه ما بين قوسين. انا كنتمنى العدل من هذه الناحيه في التحكيم، ولو الناس ديال الفار ما ينعسوش باش ما نعاودوش نعيشوا هذه ذكريات مرابط ملي كان كيقول الفار از بولشيت في 2018 من بعد الماتش ديال اسبانيا اللي كره خرجت من جهه والكورنير لعبت مع جهه والبيت ماركا اورجو يعاودوا يشوفوها كما بغاو. فحظ موفق المنتخب الوطني المغربي، والاستمراريه خاصها تبقى وخاصها تكون. وشي كاين الناس اللي كيقول لك الصحه والتعليم واللعيبات، اسيدي شوف حنا خدامين في الصحه والتعليم، باقي نديروا بزاف ديال الحوايج مقهورين شي حوايج، ولكن نفرحوا بالكره. عرفتي شحال من دوله كاينه في لا سيتوياسيون كيفاش من ديالنا، واحد 120 ولا 130 دوله اللي ما عندهمش مساكن حتى شي حاجه وما كيفرحوش حتى مع الكره. واللي بغا معايا بورطه السيدو شكون هما 120 دوله نقدروا نكتبوهم، ما كاين حتى شي مشكل. حيت حنا شويه كنحقروا بلادنا وما كنبغيوش نشوفوا داكشي اللي واقع مزيان، وديما كيبان لنا داكشي اللي داروه الناس كبر منا وحسن منا وكلشي. وبلا ما نبقى نهضروا في ديك الاعتبارات ديال الله 70 عام باش خدينا الاستقلال، ودوك الدول اللي كتقارنا بهم اللي هما ديال اوروبا بشحال هما كيطحنوا في الدول الافريقيه، كيطحنوا في الدول الاسيويه وما خلاو ما شفروا ما خلاو ما داروا. ما بغيتش المواضيع الداخل ستريس ديال الماتش دابا توانسوا معايا ما كاين حتى شي مشكل. فانا كنظن بانه وهبي السي وهبي الغزال عنده الخطه المناسبه. ما نظنش بانه غير رجع مرابط حتى هو اللور يلعب اون ديفونس 5 يلعب شي 5 3 2 ولا شي حاجه. بغيتو يبقى كيما هو هذيك 4 3 3 ولا يعيطوا لها كيما بغاو 4 1 4 1. المهم ما يكون زدت شي لعاب لا 4 1 4 1 هي هذيك. فغادي يجيونا اوقات صعاب وسط الماتش، غادي يجيونا اوقات اللي خاصنا نصبروا فيهم، ولكن انا متاكد ان شاء الله بان المنتخب الوطني المغربي غيربح وما غيديرش بحال ديك الفرق اللي وصلوا نصف النهائي وما عاودناش سمعنا عليهم. كوريا الجنوبيه في 2002 اللي عاونوها الحكام كاملين وكانت مباراه فضيحه امام ايطاليا. بلغاريا في 94 اللي ما عاودناش سمعنا بها. كرواتيا في 98 وما عاودوا رجعوا للدومي فينال حتى 2018 من بعد وصلوا للفينال باش خسروا مع فرنسا ب4، ومن بعد في 2022 عاوتاني وصلوا للدومي فينال. فاحنا عايشين باستمراريه، كنتمنى ان شاء الله حد موفق المنتخب الوطني المغربي، واستعداد اللي غينعس على اللعابه خاصهم ينعسوا. دورمي ليغا فريغو جاكو دورمي تالا. غدا الماتش خصنا نلعبوا بعدا مع فرنسا. حنا ما لاعبينش مع فرنسا، لاعبين شحال من ناسيوناليتي عندهم تما. هذا مشكل، حنا بغينا نلعبوا مع فرنسا، ما بغيناش نلعبوا في كوب دافريك. انا حاسب راسي غنلعبوا كوب دافريك وسهله كاملين، وتيقولوا لنا حنا علاش ولادكم تما جايين. شوف غنلعبوا مع فرنسا وغنربحوكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وإلا ربحنا شوف انا ما غيكونش لاعب غير المغرب. شكون غيكون لاعب معنا؟ شكون؟ مصر، كوت ديفوار، السنغال كلهم، حتى كاب فير غيكون لاعب معنا. كلشي لاعب معنا. كلشي لاعب معنا. راه كيجيونا دي ميساج من فيتنام راه معنا. اندونيسيا كاع التونيات تبعوا تما. كلشي معنا ان شاء الله ان شاء الله. شوف عرفتي المشكله ديال الاستعمار غنفكوها غدا. اخوان هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. متنساوش ديروا واحد لايك وسبسكرايب للفيديو، بارطاجيو مع الناس. تلاقاو في فيديو جديد. سلام.